مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة. عصير رائع اللي هو بمثابة قنبلة رمضان. ممكن نحضروه بأشياء اللي متواجدة، وممكن نستغنوا على الأشياء أخرى. اليوم غنحضروا عصير ديال البربة، الفخومبواز، 3 ديال حبات الليمون، وياغورت بنكهة الفريز، ونخلطوه بالماء ونصف كأس من السكر سنيدة. ممكن نعوضوا الفخومبواز بالفريز حسب الذوق. انا خديت هنا عندي هذه الكميه اللي ديجا كنت غاسله وحطها في المجمد. ممكن نديروا قل منها. حبه ديال البربه مسلوقه، عندي هنا 3 حبات ديال الليمون اللي غادي نقطعهم نقشرهم مزيان، نحيد منهم القشره ديالهم، ونحاول حتى ديك القشره البيضاء نحيدها باش ما تخليش ليا المروره في العصير ديالي. هذا العصير ممكن تستعملوه بالنسبة للفطور في رمضان، في السحور أو في الأيام العادية، فهو كيجي رائع وصحي. صدقوني إلا جربتوه غادي يعجبكم، وغادي يولي معتمد عندكم في مائدة الإفطار ديالكم. فهو كله فيتامينات وفوائد. والفرomبواز بالنسبة للكمية أنا يعجبني العصير يجي شوية محمض. ممكن تنقصوا على هاد الكمية أو تعوضوه كيف قلت لكم بحبات من الفراولة. هنا كنحاول أنني نقشر الليمون مزيان، باش انني من بعد في المرحله التاليه غنقطعوه على شكل دوائر ونزيل ليه العظومه ديالو. هانتوما كيف كتلاحظوا 3 الحبات ديال الليمون، حبه ديال البربه مسلوقه. اعيد فقط للتذكير على انه جميع المكونات فهي بسيطه، ثم ياغورت بنكهه الفريز، وكميه من الفرomبواز او الفريز. هنا صافي كملت التنقيه الخارجيه ديال حبات الليمون. غادي نقطعهم على شكل دائري، ونزيل ليه العظومه كيف ذكرت لكم باش ما يطلقش ليا المروره في العصير. فهو عصير سهل صحي، مكونات بسيطة، غادي يعجبكم فعلا. هو قنبلة رمضان اللي غادي تعجب كبير والصغير. هانتوما كيف كتلاحظوا توجدوه في آخر لحظة. فهو رائع وكيعطينا كمية وفيرة، كيعطينا تقريبا 2 لتر من العصير. هانتوما كيف كتلاحظوا انا كملت القطعه ولا تنقيه ديال الليمون من بعد ما قطعته على شكل دوائر وزلت ليه العظومه. غنوضعو في كاس ديال الخلاط، وكنخلط كلشي. كنوضع جميع المكونات. انا عندي حبه ديال البربه مسلوقه ومقطعه، وكميه من الفرomبواز كتبقى حسب الذوق، اما ديروا نفس الكميه او لا قل ولا اكثر على حسب الذوق. هنا ضفت الماء كيف ذكرت لكم، كنضيف الماء بشكل تدريجي، ثم نصف كأس من السكر سنيدة حسب الذوق. ممكن تضيفوا على هذه الكمية أو ممكن تنقصوا مع ياغورت ديال أو بنكهة الفريز. كيعجبني أنا الياغورت الكريمي. صافي البنات، هنا كنكمل يعني وضع الياغورت ديالي، وغادي نخلط جميع المكونات بالخلاط الكهربائي حتى كنحصلوا على واحد الخليط عاقد ما حدو كيعقد. وكنضيف ليه الماء بشكل تدريجي حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. ممكن يخرج لكم حتى ل 3 لتر. انا هنا اعتمد فقط انني نستعمل 2 لتر من الماء باش يبقى خاتر ويبانوا يعني المكونات ديالو متجانسه. هانتوما كيف كتلاحظوا شوفوا كيجي عصير اللي هو خاطر، ممكن يعطينا اكثر من 2 لتر من العصير. وغادي نصفيه باش نحيد دوك الزوائد او الشوائب اللي فيه. كيجي ملمس ديالو متجانس ورائع. فهو عصير اللي كيجي رائع. نقدروا نسميوه عصير بريستيج اللي ممكن نشربوه في المطاعم الكبرى. فقط هي حوايج اللي عندنا بسيطة في المنزل ديالنا، ممكن نحضروا بها حوايج اللي هي راقية وبريستيج، وفيها منافع صحية كتيرة ومتنوعة للجسم، خصوصا في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. نتمنى أن العصير أو الفكرة توصلكم وتعجبكم. هانتوما كيف كتلاحظوا كنصفي العصير وكيبقى دوك الحبيبات ديال الفخومبواز، الزريعه ديالو كتصفى كتحيد ما تبقى من الليمون، جميع الشوائب يتحيدوا. هانتوما لحد الان راه باقي العصير عندي خاطر وثقيل. ممكن تضيفوا لي كيف ذكرت لكم الكميه ديال الماء اللي بغيتو اللي كتخرج لكم. انا اكتفيت فقط هنا ب2 لتر. شوفوا كيف كيجي، فكيجي عاقد وخاطر ورائع. الى ذقتوه غادي يعجبكم، لا في المنظر ولا في المذاق، فهو رائع. البنات كنتمنى انكم تزيدوا تدعموني بالاشتراك في القناه
وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللايكات. نتمنى انكم دائما تزوروني وتتابعوني. شكرا لكم، شكرا على وفائكم، والى فيديو قادم احبائي، في امان الله.